مساء الخير. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي بربع كيلو دقيق هنعمل فطيرة لذيذة جدا. مكوناتها بسيطة وكمان ما فيهاش ولا لبن ولا بيض ولا زبدة. الفطيرة دي صيامي لذيذة جدا، تنفع للفطار او الغداء او العشاء، وممكن تتحشي بأي حاجة متوفرة عندكم في البيت. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ولايك وشير للفيديو ده لو عجبكم. عشان نحضر العجينة بتاعة الفطير هنحتاج كوبايتين من الدقيق يعني ربع كيلو. هنضيف عليهم نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية يعني 5 جرام، وكمان أقل من نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم كويس كده مع بعض، وبعد كده هنبدأ نضيف السوائل. احنا معانا معلقة صغيرة من الخل، وكمان معلقتين كبار من الزيت، وكوباية إلا ربع من المية الدافية. هنحط الأول نص كوباية من المية، وبعد كده هنضيف الباقي بالتدريج حسب الاحتياج. بس في الغالب احنا هنحتاج الكوبايه الا ربع ميه كلها، عشان احنا عايزين العجينه بتاعتنا تبقى طريه وفيها سنه تلزيق خفيفه، عشان لما تستوي بعد كده تبقى طريه وما تبقاش ناشفه. شايفين بالظبط ده اللي احنا عايزينه. عايزين العجينه في الاول تبان ان هي طريه كده وملزقه جامد، لكن لما تقعدوا تعجنوا فيها كده شويه حوالي 4 ل5 دقايق هتلاقوها بدات تلم معاكم والتلزيقه بقت خفيفه. شايفين ازاي؟ ده الشكل بتاعها بعد ما بدات تلم. كل ما هنعجن فيها هتلم معانا بالشكل ده لغاية ما تبقى ملساء تماما وفيها تلزيقة خفيفة زي ما قلنا. هنحطها بقى في الطبق وندهن وشها بشوية زيت عشان ما تعملش قشرة، ونسيبها تخمر كده حوالي ساعة، ساعة الا ربع، لغاية ما الحجم بتاعها ما يتضاعف. لغاية ما العجينة تخمر هنحضر الحشوة بتاعتنا. معانا بصلة مقطعينها صغير بالشكل ده، هنقلبها في معلقتين أو 3 من الزيت لغاية ما تاخد لون ذهبي فاتح بالشكل ده. هننزل عليها بالمشروم. أنا هنا مستخدمة مشروم معلب، لو في مشروم فريش طبعا يكون أفضل. كمان لو مفيش مشروم وعايزين نستخدمه حاجة تانية ممكن نستخدم جزر مبشور، أو كمان ممكن نستخدم حمص مسلوق. هننزل عليهم كمان بمعلقتين 3 من الفلفل الألوان أو فلفل أخضر، بس المتوفر برضو ممكن نستخدمه. بعد كده هنتبلهم ملح وفلفل وتوم باودر. هنقلب المشروم مع التوابل كده كويس، وبعد كده هنضيف معلقتين 3 كبار من المية، ونقلب كويس لغاية ما المشروم يشرب المية دي تاني، وبكده يبقى المشروم هيتشرب كل الطعم بتاع البصل والتوابل اللي احنا حطيناها. الخطوة دي طبعا هنعملها لو احنا بنستخدم مشروم، لكن لو هنستخدم جزر او حمص مش محتاجين ان احنا نضيف الخطوة بتاعة المية دي. بعد كده اخر مكون معانا هو البطاطس، عشان ده اللي بيمسك المكونات مع بعض. احنا هنسلق بطاطسيتين متوسطين، مش عايزين اكتر من كده. ممكن نضيفهم هما مكعبات كده مسلوقة كويس قوي، او ان احنا نهرسهم ونضيفهم على الخليط بتاعنا ونقلبه كويس. وبكده الحشوة بقت جاهزة، هنسيبها على جنب لغاية ما تبرد. اول ما العجينه تكون خمرت بالشكل ده هنقسمها نصين. هناخد نص منها وهنفردها على حجم الصينيه اللي احنا هنستخدمها. انا هنا هستخدم صينيه مقاس 24. هحط رشه دقيق من تحت ورشه دقيق من فوق عشان ما تلزقش معانا، وهنفردها كده بالنشابه على حجم الصينيه. الصينيه انا دهناها زيت كويس من الارضيه وفي الجناب كمان. هنحط اول جزء من العجينه ونفردها كويس في الصينيه، ونحاول كمان نعمل لها حروف كده عاليه لفوق شويه. في النص بقى هنضيف الحشوة بتاعتنا بعد ما بردت، ونحاول ان احنا ما نجيبهاش على الاطراف جامد، عشان لما نحط الجزء التاني من العجينة نقدر نقفلهم على بعض كويس. على فكرة الفطيرة دي احنا ممكن نعملها بحشوة حلوة، يعني ممكن نستخدم مربى او نستخدم تفاح بالقرفة في الحشوة من جوه. هنفرد الجزء التاني من العجينة برضو على حجم الصينية بالشكل ده، وهنضيفه على الجزء الاولاني او هنحطه على الجزء الاولاني، ونحاول نقفل بقى الاطراف كويس جدا بالطريقة دي. نضغط عليها كويس ونتأكد ان هي مقفولة تماما. بعد ما هنقفل الأطراف كويس جدا بالطريقة دي، هنغطي الصينية ونسيبها تخمر مرة تانية تقريبا كده حوالي نص ساعة. وبعد ما تكون خمرت بالشكل ده هنقسمها بقى بالطريقة اللي احنا نحبها. أنا هنا هقسمها بالشكل المعتاد ليها، يعني إن احنا نعملها مثلثات بالطريقة دي، ممكن بإيدينا أو ممكن بمعلقة أو بأي حاجة نعمل الفواصل دي عشان يدينا الشكل بتاعها اللطيف ده. بعد كده هندهن الوش بالسائل ده اللي انا محضراه. هو عبارة عن معلقة من العسل الاسود، عليها نص معلقة صغيرة من النسكافيه، وكمان معلقتين من المية. هنقلبهم كويس مع بعض وهندهن الوش كويس كده. انا هنا من فوق رشيت عليها سمسم، ممكن كمان نرش حبة البركة. هنكون في الوقت ده مسخنين الفرن على 190 او 200، بتاخد تقريبا من 15 ل 20 دقيقة. ممكن كمان نفتح عليها الشواية اخر دقيقتين 3 عشان تاخد لون حلو من فوق. واول ما بتخرج من الفرن على طول بنغطيها وبنسيبها كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة، وبتبقى طرية بالشكل ده. شايفين ازاي؟ بعد كده بنطلعها من الصينية وبنحطها في طبق التقديم، وبنعيد كمان على التقطيع اللي كنا عاملينها من الاول، بنعيد عليها تاني بالسكينة عشان نفتحها كويس.
بجد مش قادره اوصف لكم الفطيره كانت لذيذه قد ايه، وطريه قوي، والحشوه طعمها يجنن فيها، واي حشوه هتستخدموها فيها هتبقى حلوه قوي لان العجينه نفسها حلوه قوي. انتوا ممكن كمان تشكلوا الفطيره دي بشكل مختلف، ممكن نعملها على شكل كايزر، يعني هنقطع العجينه على شكل كور وهنحشيها بالحشوه بتاعتنا ونسيبها تخمر، وهندهنها بالسائل برضو اللي دهنا بيه الفطيره ونخليها تستوي، فهتبقى عامله زي الكايزر المحشي. بالشكل ده كمان هيحبها الاطفال قوي، وكمان ممكن ياخدوها معاهم في اللانش بوكس، لان كده احنا مش هنخاف ان الحشوه تقع منها. اتمنى انكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.